مع انتهاء موسم مسلسلات رمضان 2024 كلنا عرفنا المسلسلات اللي نجحت وكسرت الدنيا سواء من السوشيال ميديا أو من الشارع. الموسم الرمضاني ده نقدر نقول إنه كان دسم جدا بمجموعة من أقوى المسلسلات اللي ما كانتش موجودة قبل كده في أي موسم تاني قبله. ولكن السنة دي كان في شوية انحدار كده في مجموعة من المسلسلات نقدر نقول عليها إنها مسلسلات محدش شافها ولا يعرف بتتعرض على أنهي قناة ولا سمع عنها حتى في طبق اليوم. نبتدي كلامنا بمسلسل إمبراطورية ميم. في البداية كده أول لما أعلنوا إن فيلم إمبراطورية ميم هيتحول لمسلسل اتحمست أكتر لما عرفت إن النجم الكبير خالد النبوي هو اللي هيعمل بطولة المسلسل. ولكن مع ذلك كان جوايا خوف لأنك لو بصيت كده على الأفلام اللي اتحولت مسلسلات هتلاقي قليل منها اللي نجح. عندك مثلا فيلم الزوجة التانية اللي اتحول لمسلسل درامي في سنة 2013 من بطولة عمرو عبد الجليل وعمرو واكد وأيتن عامر. على ما افتكر وقتها المسلسل منجحش خالص وتعرض لانتقادات كتير سواء كان بسبب بقى أداءات أبطاله أو المعالجة الدرامية اللي كانت مختلفة تماما عن قصة الفيلم. كذلك حصل نفس الموضوع في مسلسل الكيف اللي كان من بطولة باسم سمرة وأحمد رزق ويمكن كمان كان أسوأ من الزوجة التانية. نقدر نقول إن أكتر مسلسل اتاخد من فيلم ونجح كان مسلسل العار، وده يمكن لأن معالجة القصة كانت معمولة بشكل حلو وتصميم الشخصيات التلاتة كان مدروس بعبقرية على الورق. ودي مش غريبة لأن اللي كتب المسلسل هو أحمد محمود أبو زيد ابن الكاتب الكبير محمود أبو زيد، فنقدر نقول كده إنه خد الموهبة عن أبوه، أو زي ما بيقولوا ابن الوز عوام. وقدر مصطفى شعبان واحمد رزق وشريف سلامة انهم يقدموا اداء قوي في شخصياتهم خرجهم من المقارنة مع ابطال الفيلم. المشكلة في مسلسل امبراطورية ميم مش مشكلة تمثيل او اخراج على قد ما هي مشكلة الورق. المسلسل كان فيه ريحة كده من جو مسلسل راجعين يا هوا اللي اتعرض سنة 2021. ولكن لو قارنا امبراطورية ميم براجعين يا هوا فراجعين يا هوا يكسب. راجعين يا هوا كان افضل بكتير ومسلي في رأيي. لو كان امبراطورية ميم اتعمل من 15 حلقة كان هيبقى احسن له. تاني مسلسل معانا مسلسل جري الوحوش. المسلسل ده لو سألنا أي حد في الشارع هو بيتعرض على أنهي قناة مش هيعرف لأنه ببساطة محدش بيشوفه أصلا. كان ممكن نشوف نسخة قوية من جري الوحوش للتلفزيون بس ده محصلش لأن أحمد أبو زيد مش هو اللي كتب المسلسل. يمكن لو كان أحمد أبو زيد اشترك في كتابة السيناريو أو أشرف عليها حتى كان ممكن نشوف تحفة تلفزيونية لا تقل قيمة عن مسلسل العار. تاني سبب من وجهة نظري إن المسلسل كان لازم يقوم ببطولته ممثلين تقال غير نضال الشافعي ومحمود حجازي ومحمد عز. نضال الشافعي مع احترامي ليه واعترافي بموهبته الكبيرة وإنه غول تمثيل إلا إنه لحد دلوقتي منجحش كبطل مطلق. يعني لو قلتلك على الأفلام اللي عملها نضال الشافعي معتقدش إنك هتكون سمعت عنها. زي ما قلت قصة قوية زي جري الوحوش كانت محتاجة نجوم تقال زي أبطال الفيلم بالظبط حسين فهمي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز. يا جماعة نضال الشافعي السنة دي كان عامل دور مميز في مسلسل الحشاشين دور الإمام الغزالي، وكل الناس كانت بتتكلم على دوره وبتمدح فيه في نفس الوقت اللي هو كان عامل مسلسل بطولة مطلقة ومحدش عارف دوره ايه في المسلسل ده. أنا ذات نفسي معرفش هو بيمثل أنهي شخصية من شخصيات الفيلم التلاتة. في المركز الثالث معانا مسلسل عتبات البهجة لعملاق الدراما العربية يحيى الفخراني. المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد. عادة المسلسلات اللي بتكون مأخوذة عن روايات بتنجح نجاح جامد. عندك مثلا في 2011 مسلسل فرتيجو لهند صبري اللي كان مأخوذ عن رواية فرتيجو للكاتب أحمد مراد، ومسلسل واحد الغروب اللي كان مأخوذ عن رواية واحد الغروب لبهاء طاهر. ولكن في عتبات البهجة الموضوع كان مختلف. النص هنا كان نمطي وعادي ومفيش فيه أي حاجة مميزة. كمان المسلسل كانت أحداثه مليانة تمطيط وحشو. يعني أنت عامل مسلسل 15 حلقة المفروض يكون رتم الأحداث سريع، بما إن عدد الحلقات قليل فما تقعدش تحشي في الأحداث بقى. يحيى الفخراني بالنسبة لي آخر حاجة حلوة عملها كان مسلسل ونوس. بعد كده الأعمال اللي عملها بعد ونوس منجحتش قوي سواء كان بالحجم العائلي أو نجيب زي زركش وصولا لعتبات البهجة. في رأيي الفنان الكبير يحيى الفخراني محتاج يرجع تاني للتلفزيون بعمل يليق بقيمته، حاجة كده زي الليل وآخره والخواجة عبد القادر وغيرها من الأعمال الجميلة اللي كان بيمتعنا بيها كل سنة. في المركز الرابع معانا مسلسل الكبير. ولو اتكلمنا عن الكبير فكلنا بينا وبين المسلسل ده تاريخ طويل من الذكريات الحلوة بداية من سنة 2010 ومع عرض أول جزء من سلسلة الكبير قوي. الكل اتشد المسلسل من أول حلقة. سكتشات حلوة وتصميم شخصيات ولا أروع. كلنا حبينا المزاريطة وقعنا في غرامها. كانت فيها أفكار كرياتيف حلوة في الكبير على مدار أجزائه الأولى. عندك مثلا حلقة الأمريكان فوتبول اللي تعتبر من الحلقات الأيقونية في الكبير، وحلقة فيس أوف وبريزون بريك وغيرها من الحلقات. نقدر نقول إن بداية الضعف في الكبير ظهرت لما دنيا سمير غانم انسحبت من المسلسل، وده كان قرار ذكي لأنها لو ما كانتش انسحبت ما كناش هنشوفها كبطلة مطلقة في مجموعة من أحسن المسلسلات الكوميدية اللي اتقدمت في السنين اللي فاتت زي لهفة ونيلي وشريهان وغيرها من الأعمال.
بعدها ميكي يعمل الجزء الخامس من الكبير اللي ما كانش قد كده خالص، وده راجع لعدة أسباب، لأن في الجزء ده المسلسل بعد عن المكان الأساسي اللي بتدور فيه أحداث المسلسل وهي قرية المزاريطة. احنا عندنا في نص المسلسل الكبير كان في تركيا بيحب في خوشناف، والنص التاني يا إما في السجن أو في الفضاء الخارجي. كمان غياب دنيا سمير غانم سبب فراغ كبير في المسلسل، وبعد فشل الجزء الخامس من الكبير يقرر ميكي انه يوقف السلسلة ويعمل ليها ستوب ويعمل زي دنيا سمير غانم، ويجرب انه يقدم ادوار جديدة وشخصيات مختلفة. وفي سنة 2017 اتعاون مع شيكو وهشام ماجد في مسلسل خلصانة بالشياكة. برغم ان المسلسل كانت فكرته كرياتيف وفيها فانتازيا حلوة، الا انه محققش النجاح المتوقع، وميكي يلاحظ ده ويقرر انه يرجع تاني للكبير ويقدم في 2022 الجزء السادس من الكبير. اقدر اقول لك ان الجزء ده الناس كانت مستنياه بلهفه وحماس على غير العاده، يعني بالنسبه لناس كتير الكبير ده عامل زي بكار بالظبط، حاجه بنحن ليها على طول. وقدر الجزء ده يحقق نجاح قوي. اما في الجزء السابع المسلسل رجع تاني لحالة الانحدار اللي كان قبليها في الخامس واسوأ. كلنا قلنا ان ده هيكون اخر جزء من الكبير، ولكن ميكي بيفاجئنا وقرر انه يعمل الجزء الثامن من الكبير. كلنا قلنا بعدها انه هيتفادى عيوب النسخة السابعة، واكيد في ورق قوي وكتابة حلوة في الجزء الثامن، لكن حصل العكس والمسلسل كان سيء واسوأ بكتير من الجزء السابع. اتمنى من احمد مكي انه ما يحصرش نفسه في شخصيه واحده او كاركترات معينه زي محمد سعد، لان احمد مكي موهبته اكبر من كده بكتير. في المركز الخامس معانا مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق في سنة 2012. وأول لما نزل مسلسل مع سبق الإصرار انبهرت بغادة عبد الرازق، وحرفيا المسلسل ده بالنسبة ليا من أحسن المسلسلات اللي عملتها غادة عبد الرازق، وشخصية فريدة الطوبجي أبدعت فيها بشكل كبير. ثنائيتها مع محمد سامي وأيمن سلامة استمرت بعد كده في حكاية حياة اللي حقق نجاح كبير برضه، وده كان آخر تعاون بين غادة ومحمد سامي. بعدها حصلت الأزمة المشهورة ما بينهم. بعد كده غادة عبد الرازق تعمل مسلسل كل سنة في رمضان وما يسمعش أو ينجح النجاح الكبير قوي اللي هي كانت بتعمله في بداية مسلسلاتها زي الزهرة وأزواجها الخمسة ومع سبق الإصرار وحكاية حياة. نقدر نقول إن آخر مسلسل ناجح ليها كان الكابوس. أما في صيد العارف فالمسلسل كان ممل وكان مليان حشو وتمطيط وما كانش بمستوى غادة عبد الرازق ولا نجوميتها خالص. في المركز السادس معانا مسلسل رحيل لياسمين صبري، وسوف يشهد التاريخ ان ياسمين صبري اول ممثلة تطلع بالميك اب في السجن. مش هقول اكتر من كده، حاول يبني على المسلسل اللي بعده. في المركز السابع مسلسل صدفة كالعادة، يعني ريهام حجاج مسلسلها مش متشاف. يمكن اكتر مسلسل نجح ليها كان مسلسل لما كنا صغيرين، وده يمكن بسبب وجود نجمين تقال فيه زي خالد النبوي ومحمود حميدة. بعد كده عملت يوتيرن اللي ما كانش قد كده، ومسلسل جميلة اللي كان اعلاهم فنيا لكنه ما نجحش قوي، ونقدر نقول انه صدفة كمل سلسلة مسلسلات ريهام حجاج اللي دايما ما بتنجح. اما بقى مسلسل ب100 راجل لسمية الخشاب فهي عندها نفس مشكلة ياسمين صبري، فمش هتكلم اكتر من كده برضه. ونختم قائمتنا بمسلسل بيت الرفاعي. امير كرارة حقق نجاح كبير قوي في مسلسل كلبش ومسلسل الاختيار، لكن بعد كده امير وصل لحالة انحدار فني رهيبة. بدأ بمسلسل نسل الاغراب ومسلسل العائدون ومسلسل سوق الكانتو، ودلوقتي مسلسل بيت الرفاعي. في رأيي أمير كرارة محتاج يعيد اكتشاف نفسه من جديد ويلاقي نص كويس يرجع بيه تاني للتلفزيون. بس كده، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، وياريت كمان تفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد.